ازيكم عاملين ايه؟ يلا النهارده نعمل فطير شرقي بطريقه سهله جدا في البيت. هنجيب كوبايتين دقيق، انا هنا عامله فطيره واحده حجمها تقريبا وسط. اللي عايز طبعا يعمل اكتر من كده براحتكم حسب الكميه اللي انتوا محتاجينها. بعد ما حطيت كوبايتين الدقيق بحط عليهم نص معلقه صغيره من الملح ومعلقه صغيره سكر. بعد كده هلم المكونات دي مع بعض بكوبايه ميه دافيه. بس هنقعد نزود حبة حبة من المية. هنا بوريكم ان انا اقدر استحمل درجة حرارتها عادي، ما تبقاش مية سخنة ولا تكون ساقعة. بزود شوية شوية من المية وببتدي الم الدقيق ده معايا. منزلش بالكمية المية مرة واحدة علشان ممكن تبقى كتيرة على الدقيق، فاحنا لازم ننزل بكمية صغيرة كده كل شوية ونعجن لحد ما نشوف هنحتاج مية قد ايه. كده اهو بفضل اعجن في الدقيق ده لحد ما يلم معايا خالص. انا لحد دلوقتي ما حطيتش اي حاجه غير دقيق ونص معلقه صغيره ملح ومعلقه صغيره من السكر. بصوا كده خلاص هتكون العجينه لمت معايا اهي، خلاص لمت كلها معايا. بعد كده هحط عليها شويه زيت، احط زيت كده في ايديا وايه وامسك بيه العجينه عشان ما تبقاش ملزقه قوي وكمان تلزق في البوله اللي هي محطوطه فيها. وبحط زيت كمان في البوله نفسها، بدهنها كده بزيت وبعد كده بقفلها واسيبها تستريح لمده نص ساعه. كون مجهزة الخضار بتاعي ده، فلفل ألوان وطماطم والجبن بتاعتي، ونشوف هنحط ايه حشو جواها. كده عدى نص ساعة. برش رشة دقيق وانزل عليها بالعجينة. اهم خطوة انا جبت النشابة بدهنها زيت عشان طبعا ما تلزقش في العجينة. اهم خطوة لازم نفرد العجينة دي كويس قوي. انا حتى بعد ما عملتها وخلصتها حسيت ان انا كان المفروض افردها اكتر من كده شوية، يعني استعجلت عليها في الفرد. فانتوا ادوها حقها قوي في الفرد، خلوها تبقى في ايديكوا عجينة رقيقة جدا. بس هنفردها كويس قوي، انا هوريكم انا فردتها كتير بس حسيت في الاخر ان هي كانت محتاجة تتفرد شوية. بصوا العجينة بعد ما بترتاح بتبقى مختلفة تماما، بتبقى سلسة جدا وبتتفرد معانا وبتبقى كويسة قوي. بصوا هي خلاص انا بفردها كويس. كده خلاص انا خلصت، هاخد من الجنب اليمين والجنب الشمال هضمهم لجوه. بصوا سمكها عامل ازاي، هي كانت عايزة تتفرد اكتر من كده كمان. انا هنا حطيت المكونات بتاعتي، استخدمت في الحشو بتاعي جبنه رومي مبشوره، واستخدمت جبنه جبن السوري او ممكن تحطوا جبنه موتزاريلا. وحطيت الخضار بتاعي كان طماطم وفلفل اخضر وفلفل الوان، وحطيت سوسيس. وكمان حطيت عليها بسطرمه. ممكن تحطوا اي حشو انتوا عايزينه، بتبقى حلوه في حاجات كتير جدا. ممكن تحطوا لحم مفرومه، ممكن تعملوها بسطرمه بس ممكن تعملوها سجق، ممكن مشكل جبن، اللي انتوا عايزينه. بعد ما خلاص حطيت السجق وحطيت سوري السوسيس وحطيت معاه البسطرمه، كملت كمان جبن كمان عليهم. وبعد كده هنقفل العجينه دي كويس قوي عليها. وبعديها بنفرد العجينه تاني بالنشابه، بس بمشي عليها بالراحه جدا علشان طبعا العجينه ما تتقطعش معايا. بصوا اهو بمشي بالنشابة عليها بالراحة قوي، انا بس عشان مسرعة الفيديو فانتوا حاسين ان انا بمشي عليها جامد خالص. بصوا في حتة اهي اتقطعت مني بسيط بس ما عنديش مشكلة خالص لان انا هعملها وش بيتزا. جيت من فوق برضو وحطيت نفس الحشو بتاع جوه، حطيته هو كمان بره. ودخلتها على فرن سخن على درجة حرارة 180 على الصاج بتاع الفرن ودهناه زيت. بصوا لما طلعت كانت حلوة جدا، قطعتها كانت سخنة جدا ما كنتش عارفة ان انا امسكها واوريها لكم، فانا قطعتها في الاول وحطيتها بجد كان طعمها حلو قوي. بصوا كانت سخنه ما كنتش عارفه امسكها كويس، كان طعمها حلو قوي. اهم خطوه زي ما قلت لكم افردوا العجينه كويس جدا. ممكن تدهنوها بزيت كده بايديكم علشان برضو تبقى سلسه معاكم اكتر. جربوها وقولوا لي ايه رايكم. يلا باي باي.